وأول ما شفت حجمه ما قدرتش أمسك نفسي، أعصابي ثابت كلها. ده غير إن جسمي حصلت فيه هزة ورعشة فظيعة جدا. كملوا معايا الحكاية للآخر علشان تعرفوا صاحبة حكايتنا بتحكي وبتقول ايه، وما تنسوش تدعموني بلايك وكمان اشتراك في القناة. صاحبة حكايتنا بتحكي وبتقول: أنا اسمي مدام حنان، عندي 33 سنة، لكن جميلة وكمان رشيقة، مهتمية بجمالي لأن هو دوت اللي حلت من الدنيا كلها. متجوزة بقالي 7 سنين، وكمان مخلفة بنتين توأم. جوزي ما شاء الله عليه طول بعرض بحاجة كده قبها، لكن للأسف كل اللي بيشوفه من بعيد بيتغش فيه، ومفكرين ان هو في العلاقة الزوجية مفيش منه. لكن رغم حجمه إلا وهو برضو ضعيف جنسيا، ومش بيطول معايا، وكل الحكاية بيقعد معايا 2-3 دقايق. وكنت بحلم براجل يقعد معايا فترة طويلة ويديني الحنان اللي عنده كله، ودايما حاسة ان انا محتاجة وعايزة، لان طبعا مش بشبع من العلاقة معاه. ده غير ان هو مش بيعملها معايا غير مرة او مرتين في الاسبوع بس، وانا من نوعيات الستات اللي دايما بكون عايزة ومحتاجة، وطبيعة جسمي هو كده. ومن حوالي عن 2 سنين نقلنا لمحافظة تانية خالص علشان شغل جوزي اتنقل هناك، واضطرينا ان احنا ناخد شقة ايجار ومفروشة. وطبعا لما رحت سكنت هناك ما كانش ليا علاقة بأي حد نهائي، بابي مقفول عليا، ما كنتش بفتحه غير بس لجوزي. حتى الطلبات اللي بحتاجها من تحت ما كنتش بنزل اجيبها، وبسبب كده كنت دايما بحس ان انا ملة، وان انا داخلة في حالة اكتئاب. وكانت معظم قعدتي كانت في البلكونة، كنت موضباها وحاطة فيها كرسيين وترابيزة، وكنت على طول بقعد فيها وقت ما بكون فاضية وعيالي نايمين. ومرة على مرة لاحظت ان في شاب قدام مني، مفيش بينه وبينه غير الشارع بس، وشقته والبلكونة بتاعته في نفس الدور اللي انا فيه، لكن طبعا في العمارة اللي في وشي على طول. والمسافة اللي ما بين البلكونة بتاعتي والبلكونة بتاعته يدوبك 3 متر، يدوبك بس كده الشارع. وكل ما كنت بطلع اقف وانا مش واخدة بالي خالص، بكون طالعة بلبس البيت وكمان مسيبة شعري، بكون طالعة مثلا بنص كم او حتى بحمالات، وما كانش في بالي خالص ان ممكن يكون حد واقف قدام مني او متابعني. ومرة على مرة لاحظت ان انا كل ما بطلع الاقيه واقف. ده غير ان هو اصلا حسيت ان هو متابعني من بعيد لبعيد، يعني بيفضل متابع ورا الباب لحد ما بيلاقيني طلعت البلكونة بيقوم خارج هو كمان. في البداية لما كنت بلاقيه واقف قصاد مني مش راضي يدخل خالص، كنت بدخل وبقفل البلكونة بتاعتي، لكن وقتها كنت بحس بزهق جامد جدا، وقلت وانا مالي بيه، ما هو في بلكونته وانا في بلكونتي، وكل واحد حر في شقته يطلع يدخل براحته. ولما لقيته مصر ومتعمد على ان انا كل ما بخرج البلكونة الاقيه هو قاعد فيها، بدأت اطنش وماخدش في بالي خالص. وكنت بقعد اتصل على ماما او حتى اختي واقعد اكلمهم واسلي وقتي، وهو طبعا كان بيكون طول الوقت شايفني ماسكة التليفون وقاعدة بتكلم فيه. ومرة على مرة لحد ما لقيته عمال بيبسبس وبينده علي، وشاورت له وقلت له: انت عايز ايه؟ قال لي: ممكن رقم التليفون؟ وقتها طبعا قلت له: لا، عايز رقم تليفوني ليه؟ قال لي: في حاجة ضروري عايز اكلمك فيها، حاجة ما تستناش خالص. بصراحة الفضول مسكني وقلت ممكن فعلا يكون فيه اي حاجة، ومليته رقم التليفون بتاعي بصوت واطي يدوبك هو يسمع، ويدوبك مليتهوله من هنا ولقيته بيتصل. ولما فتحت فضلت اتكلم معاه واتعرف عليه، وهو كمان بدأ يتعرف علي، وحسيت ان انا ارتحت ليه في الكلام. وسألته عن الحاجة الضرورية، لقيته بيقولي: بصراحة معجب بيكي ومعجب بوقفتك في البلكونة، وقلت هنقضي وقت انا وانتي وكمان نتعرف على بعض. قلت له: بس انا مش بتاعة تعارف. وبدأت ان انا اقفل التليفون في وشه، وكمان عملت له بلوك، وبقيت كمان اخف الطلوع من البلكونة. لكن كنت بحس ان انا مخنوقة، وكان كل يوم والتاني بيتصل عليا من رقم شكل،
وكل ما بخرج البلكونة بلاقيه واقف، ومرة على مرة لقيته واقف وكمان بيضحكلي، وحسيت ان انا خلاص. ومن كتر ما هو مصر على ان هو يكلمني ويفضل واقف قدام مني، حسيت ان انا في مشاعر اتجاهه، وحسيت ان انا كمان بدأت اعجب بيه واعجب بالحركات اللي هو بيعملها معايا. وفي مرة لقيته واقف في البلكونة، وانا وقتها كنت خارجة بعباية يعتبر كانت بنص كم، وكمان صدري كان مفتوح خالص، وكنت واقفة بنشر وكمان عمالة بوطي كل شوية شمال ويمين. ولقيته فجأة فتح سوستة البنطلون بتاعته وطلع العضو وقعد يمشي ايده عليه. وقتها اول ما شفت حاجة زي كده اعصابي ثابت ودخلت على طول جري، واتصلت طبعا على الرقم بتاعه من كتر ما الموقف استفزني. وقلت له عيب اللي انت بتعمله دوت، ممكن اقول لجوزي. قال لي بذمتك ما عجبك؟ وقتها اتلجلجت في الكلام، وكمان حسيت ان انا مشاعري اتهزت من الكلمة ديت وبدأت اعصابي تسيب. قلت له انت عايز ايه بالظبط مني؟ قال لي بصراحة انت عجباني وانا هموت عليكي، وسيبيلي نفسك وانت مش هتخسري اي حاجة، سيبيني حتى اطلع لك مرة وجربي ومش هتأخر معاكي خالص. في نفس الوقت ان انا اصلا دايما بكون محتاجة، لان جوزي زي ما قلت لكم ما هواش جيد قوي في العلاقة، ولقيته بيقول لي اديني فرصة واحدة واكيد مش هتندمي. وبدأ يقنعني بالكلام لحد ما لقيته قاعد بيخبط على الباب وانا معاه على التليفون. ولما فتحت لقيته هو ولسه ماسك التليفون في ايده، وكنت خايفة وقتها ان الجيران يشوفونا. دخلته وقلت له ما ينفعش اللي انت بتعمله دوت. ولقيته واقف وعمال بيبص على كل حتة في جسمي، ده غير ان هو بدأ يمد ايده عليا ويمشي ويحسس ايده عليا. وقتها اعصابي ثابت وما قدرتش امسك نفسي خالص، ولا حتى قدرت ان انا اعترض ولا حتى اقاوم. وبدأ ان هو يزنقني ورا الباب وبدأ يتعامل معايا. وفي اليوم دوت حصلت بيني وبينه علاقة كاملة، لكن كنا واقفين، لان طبعا العلاقة كانت يعتبر جري في جري. انا كنت قلقانة ومتوترة وهو كمان، خاصة ان ديت كانت اول علاقة تحصل بينا. لكن وقتها بصراحة حسيت بالاختلاف الغريب وكمان الكبير اللي ما بينه وما بين جوزي. ومن بعدها بدأ يتحايل عليا كل يوم ان هو يطلع لي او ان انا اللي اروح له الشقة بتاعته. لكن بصراحة حسيت بتأنيب الضمير من اول علاقة حصلت بينا، رغم ان انا كنت مبسوطة وكمان مستمتعة جدا، الا وان حسيت بالذنب، لان دي كانت اول مرة بالنسبة لي اجرب حد غير جوزي. ايوه فعلا كانت جميلة وممتعة، وعمري في حياتي ما هدوق زي الطعم اللي انا دقته. لكن برضه حاولت ان انا اصلي واستخير ربنا وادعي ربنا ان هو يبعده بعيد عني. وكل يوم والتاني بلاقيه طالع وبيخبط، وبقعد اهدده وبقوله لو ما تلمتش بعيد عني هصوت وهلم عليك الجيران. ده غير ان انا عايزة اقول لجوزي كمان، لكن خايفة ان هو ممكن يكون ماسك عليا اي حاجة بسبب العلاقة اللي كانت بيني وبينه المرة الاولانية، او ممكن يكون ماسك عليا مكالمة. ووقتها جوزي مش هيعترف بالكلام دوت خالص، ووقتها هيقول ان انا مذنبة، وخايفة ان انا افتح على نفسي بيبان جهنم معرفش اقفلها خالص. وفي نفس الوقت عمالة بقاوم فيه على قد ما اقدر. ومن الناحية التانية جوزي برضو مش بيشبعني ولا بيديني متعتي. لكن ايه الجديد يعني؟ ما انا من يوم ما اتجوزت والحال والوضع على ده الحال، هاجي الوقت واتبطر عليه وبقول الحمد لله انا احسن من ستات كتير، على الاقل ان هو مش مخليني محتاجة اي حاجة ولا مخليني انزل شغل واتهان. ايوه غلطت معاه المرة الاولانية لكن غصب عني، ودي كانت ساعة شيطان. والشطارة ان الواحد ما يغلطش ويكرر غلطه، يرجع عنه على طول. ما هي ما تكونش ساعة شيطان مرة واتنين وتلاتة وعشرة، ساعة شيطان يبقى مرة او مرتين، ما يكونوش اكتر من كده. علشان كده عايزة كل اللي بتخون جوزها الوقتي تاخد قرار كمان بينها وبين نفسها ان هي ترجع لدماغها وعقلها، ولو مش قادرة تكمل مع جوزها تطلب الطلاق وتنفصل بكرامتها افضل.